من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تنظيم سباق نصف ماراثون شرق أفريقيا على شرف عملية فنقل. حاكم إقليم عنسبة يبحث تقدم البرامج التنموية في الإقليم. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد سيمينارات في إقليم عنسبة. رغم انسحابها من قاعدة النتف، أمريكا تهدد داعش. تصعيد جديد بين طوكيو وبكين، احتجاز قارب الصيد الصيني يثير التوتر بين البلدين. وشركات عالمية تجتمع في السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي. أهلا بكم. نظم الاتحاد الوطني لألعاب القوى سباق نصف ماراثون شرق أفريقيا في مدينة مصوع اليوم 13 من فبراير احتفالا بالذكرى 36 لعملية فنقل. شارك في هذا الحدث رياضيون من إريتريا وجنوب السودان وأوغندا وكينيا، وقد افتتحه وزير الثروة البحرية ولد قلاتي ومفوض الثقافة والريادة السفير زمد تقلم. وفاز عبد الوهاب تخسم من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع بجائزة قدرها 3000 دولار أمريكي وميدالية ذهبية وكأس البطولة. وفاز أبيل تخلو من نادي دندن أيضا بجائزة قدرها 2000 دولار أمريكي والميدالية الفضية. وفاز العداء الأوغندي إيزيكيل موتاي بجائزة قدرها 1000 دولار أمريكي وميدالية برونزية. في الوقت نفسه شارك 16 رياضيا من أقاليم الجنوب والقشبركة والأوسط ونادي دندن التابع لوزارة الدفاع في سباق 10 كيلومترات. وفي هذه الفئة فازت العداء راهيل دانيال من أقليم القشبركة بالمركز الأول وحصلت على 15,000 نقف وميدالية ذهبية وكأس البطولة، بينما حلت العداء يوهانس هابتيسولوس من نادي دندن في المركز الثاني وحصلت على 10,000 نقف وميدالية فضية. أما العداء نازريت مانيل من الأقليم الجنوبي فقد حصلت على 7,000 نقف وميدالية برونزية. إضافة إلى ذلك في سباق 5 كيلومترات للكراسي المدولبة حل العداؤون تسفهي والتخلي وإبراهيم محمد ودرار أوبا مريم في المراكز من الأول إلى الثالث على التوالي. ناقش حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى برامج التنمية المخطط لها وكيفية تنفيذها مع رؤساء الوزارات والمدراء الإداريين بالمديريات والضواحي وسكان القرى ورجال الدين والأعيان. وعقدت الاجتماعات في الفترة من 29 من يناير إلى 11 من فبراير في مديريات حمل مالو وحقات وهبر وأسماط وحلحل وقلب. وذكر أنه تم تنفيذ أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في حوالي 53 ألف هكتار من البساتين في السنوات الأربع الماضية، وتم معالجة حوالي 16 ألف هكتار من آبار المياه، ونتيجة لذلك زادت دخول المزارعين. وأضاف أنه تم بناء ما مجموعه 37 سدا في الفترة من 2022 إلى 2025، وتم تجديد وتطوير أنظمة إمدادات المياه في 22 قرية. وصرح أنه من المقرر بناء 8 سدود في مديريات حلحل وحقات وإلى برعد وعتكرزان وهبر هذا العام. وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية قال إنه تم ترقية 21 مدرسة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية، و10 مدارس من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة، و12 مدرسة من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، مما ساهم ذلك في مشاركة الطلاب بشكل عام الإناث أيضا بشكل خاص. وذكر أيضا أنه تم غرس حوالي 6 ملايين شتلة من أصل أكثر من 6.7 مليون شتلة تم إعدادها على المستوى الإقليم بحلول عام 2025. أعرب المشاركون في الختام عن استعدادهم لتنفيذ برامج التنمية المخطط لها بفعالية. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريتريا السيدة تخات أسفا ميكائيل سيمينارات للنساء في مديريات كرن وأسماط وحلحل وهبرو في الفترة من 7 حتى 11 من فبراير الجاري. ركزت السيمينارات على دور ومساهمة المرأة الإريترية خلال الكفاح التحرري والمراحل التابعة له،
والقضاء على الممارسات الضارة والمعتقدات المتخلفة والمرحلة الحالية ومسؤولياتها وأهمية التنظيم والأنشطة الرامية إلى رفع مستوى وعي المرأة وقدراتها. وحثت السيدة النساء كذلك على القيام بدور يقظ في الحد من ظاهرة مقاطعة التعليم من خلال تذكيرهن بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتعليم إذا ما أريد التغلب على كل التحديات التي تعيق تقدمهن. وذكرت أن الأمهات يمثلن قدوة لأبنائهن ويلعبن دورا مهما في غرس التاريخ والقيم الوطنية وتنشئة أجيال ناجحة في التعليم. وشددت مسؤولة الاتحاد في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن أنه يتم تنظيم أنشطة وتدريبات متنوعة لتمكين المرأة في المنطقة. طرحت المشاركات ضرورة التكثيف من السيمينارات مماثلة كونه يوعي ويوجه العامة وأنه ينبغي مواصلة التدريب في المديريات المتبقية. أفادت الاجتماعات التقييمية التي عقدتها وزارة الصحة يومي 11 و12 من فبراير الجاري أن الخدمات الصحية التي تقدم في الإقليم الأوسط ذات أساس متين نحو الرقي. وأوضح مسؤول الفرع بالإقليم السيد تسفاسيون في الاجتماع الذي حضرته وزيرة الصحة السيدة آمينة نور حسين أنه تم تخصيص ممثلين صحيين في المديريات 16 الإقليم بحلول عام 2025، وكذلك إجراء عمليات بياض العين في مستشفى بيت مخا الأهلي وبدء خدمات التوليد في مستشفى قديف الأهلي، بالإضافة إلى بدء خدمات المختبرات والأشعة الصوتية في المراكز الصحية في أخريا وأديس ألم وعد قعداد. وأشار السيد تسفاي أن مشاركة المجتمع في معظم القرى تسهم إسهاما جديرا بالثناء في تعزيز المرافق الصحية، وأن وزارة الصحة افتتحت صيدلية إضافية في مستشفى حجحز الإقليمي المرجعي لتوزيع أدوية بقيمة 15 مليون نقفة سنويا. وأضاف أن 19 من أصل 36 مركزا صحيا في الإقليم الأوسط تقدم خدمات التوليد، وأن تغطية 14 نوعا من لقاحات التطعيم للأطفال قد وصلت إلى 99%، وأن معدل الشفاء من مرض السل قد ارتفع إلى 89.5%. كما تم الكشف عن أن جراحة إزالة المياه البيضاء من العيون التي بدأت في مستشفى بيت مخا الأهلي قد ساهمت في تخفيف الاكتظاظ في المستشفى المرجعي الوطني. بعد مناقشة التقرير حث المشاركون على الترويج للحملة لأنها تقدم مساهمة جديرة بالثناء في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية بشكل عام وفيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز والملاريا والسل، وارتفعت نسبة الإصابة بضغط الدم ومرض السكري بشكل خاص. من جانبه أشاد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط العقيد قبرهانس والدقرقيس بالدور ومساهمة المهنيين الصحيين الشباب، ودعا المجتمع إلى مواصلة دعمه. نظمت سلطة الغابات والحياة البرية بمديرية دك أمحاري ورشة عمل حول الحد من إزالة الغابات والحفاظ على الأشجار المزروعة بمشاركة الإداريين والأعيان من 18 إدارة ضاحية في 11 من فبراير. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي النقيب تولدي أنه تم تخصيص غرامة لكل عائلة لزراعة الأشجار لإثراء موارد الأشجار، لأن عواقب إزالة الغابات ليست سهلة. وأضاف مسؤول فرع مراقبة الأشجار والحياة البرية السيد محمد قيتة أن أعداد الحيوانات البرية تتزايد بفضل الحماية المكثفة، ودعا الناس والمحافظين وسكان القرى إلى العمل بجد للحد من إزالة الغابات. وذكر مدير مديرية دك أمحارة السيد يماني أبر في الختام بضرورة تكثيف حملات التشجير، وحث المسؤولين المحليين وسكان القرى على زيادة دورهم في الجهود المبذولة لجعل الأرض التي تزرعها خصبة والأرض التي لا تزرعها خصبة أيضا. أفاد مسؤول المؤسسات التعليمية في مديرية أسماط الأستاذ إبراهيم أكد أن الجهود المبذولة لزيادة عدد وجودة خدمات التعليم التمهيدي قد أسفرت عن نتائج مرضية. وذكر أن عدد مؤسسات التعليم التمهيدي قد ازداد من 8 إلى 43 مؤسسة، كما ازداد عدد الطلاب من 600 إلى أكثر من 1600 طالب في هذا العام الدراسي.
وأن أطفال من 28 قرية تمكنوا من الحصول على فرص تعليمية في السن المناسب بفضل الجهود المنسقة لوزارة التعليم والإدارات والشركاء. وأشار إلى أن عدم تجمع القرى ونقص الكتب المدرسية والبنية التحتية للمدارس من بين التحديات الرئيسية عدم التكامل. هذا ويوجد في مدينة أسماط 43 مدرسة تمهيدية و14 مدرسة ابتدائية و7 مدارس متوسطة ومدرسة ثانوية واحدة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت القيادة المركزية الأمريكية على إكمال عملية انسحاب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، وذلك كجزء من عملية انتقال مدروسة ومنظمة من قبل قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، عملية العزم الصلب. وكتب الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قائلا إنه لا تزال القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات لتنظيم داعش في سوريا قد تظهر في المنطقة. وأضاف كوبر أن ذلك يأتي في إطار دعم القيادة المركزية الأمريكية للجهود التي يقودها شركاؤنا لمنع عودة ظهور هذه الشبكة الإرهابية، مشيرا إلى أن مواصلة الضغط على داعش أمر بالغ الأهمية، وذلك لحماية الوطن الأمريكي وتعزيز الأمن الإقليمي. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات جيش سوريا بدأت الانتشار في قاعدة التنف التي تعد أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، وتحديدا بمحافظة حمص، وهو التحالف الذي يقاتل عناصر التنظيم الإرهابي داعش داخل البلاد. عادت العلاقات اليابانية الصينية إلى دائرة التوتر مجددا عقب إعلان السلطات في طوكيو احتجاز قارب الصيد الصيني في المياه القابلة لمحافظة ناكازاكي، وتوقيف قبانة وعدد من أفراد طاقمه في حادثة تحمل أبعادا تتجاوز الإطار البحري المعتاد. وتكتسب الحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة ساناي تاكايتشي بأغلبية مريحة في البرلمان. ويرى محللون أن هذا الفوز يعزز توجه الحكومة نحو تبني مواقف أكثر صرامة في التعامل مع بكين، خصوصا في الملفات الأمنية الحساسة. في المقابل، اعتبرت بكين الخطوات اليابانية مؤشرا على تصعيد غير مبرر، وأعلنت حزمة إجراءات شملت قيودا على حركة التجارة والسفر إلى جانب مناورات جوية مشتركة مع روسيا. وتؤكد الصين أن أي تقارب استراتيجي مع طوكيو يظل رهنا بتراجعها الصريح عن ما تصفه بالتدخل في قضية تايوان. عرضت شركات الدفاع السعودية والعالمية أنظمة أسلحة متطورة وطائرات مسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض الدفاع العالمي 2026 في العاصمة السعودية الرياض. وجمع هذا الحدث الذي أقيم في الفترة من 8 فبراير إلى 12 من الشهر ذاته مسؤولين عسكريين وقادة في القطاع وممثلين حكوميين لاستكشاف الابتكارات في مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن. وفي دورته الثالثة ضم معرض الدفاع العالمي أكثر من 700 جهة عرض من كوريا الجنوبية والهند والصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول. وفي إطار رؤية 2030 تسعى المملكة إلى توطين نصف صناعاتها العسكرية وتوفير فرص عمل للسعوديين والحفاظ على المزيد من الموارد داخل البلاد. الخبر الأخير، أظهرت بيانات حكومية أن إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل انخفضت بنسبة 35.4% في الفترة من أغسطس 2025 إلى يناير 2026 مقارنة بالعام السابق. ووفقا لجهاز مكافحة إزالة الغابات في وزارة البيئة، تشير السجلات إلى أن البرازيل قد تسجل في عام 2026 أدنى معدل سنوي لإزالة الغابات في السلسلة التاريخية التي بدأت عام 1988. ويعكس المسح السنوي إزالة الغابات
بين أغسطس من عام ويوليو من العام التالي. وفي منطقة سيرادو شهدت إزالة الغابات انخفاضا أيضا وإن كان أقل حدة، فبين أغسطس ويناير سجلت المنطقة انخفاضا بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفقا لبيانات ديتر، حيث أزيلت 1905 كيلومترات مربعة من الغابات. مشاهدونا، نختم نشرة هذه الفترة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنظيم سباق نصف ماراثون شرق أفريقيا على شرف عملية فنقل. حاكم الإقليم عن سيبحث تقدم البرامج التنموية في الإقليم. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد سيمينارات في إقليم عنسبة. رغم انسحابها من قاعدة النتف، أمريكا تهدد داعش. تصعيد جديد بين طوكيو وبكين إثر احتجاز قارب صيد صيني يثير التوتر بين البلدين. وشركات عالمية تجتمع في السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي. هكذا سادتي السيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام كما عرفتكم خبركم تعزبتي كيف فنقل ولدات كل تشن